بإرادتك وعزيمتك أكيد تحقق حلمك، وبدعاء أمك وأبوك أكيد الله سبحانه وتعالى راح يوفقك، وبالأول وبالأخير لازم عندك ثقة بالله عز وجل وتوكل أمرك إليه، وأكيد الله سبحانه وتعالى راح يحقق حلمك وهدفك اللي تسعى وراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحلى متابعين، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. حاب أشكر كل شخص دعمني وانطاني لايك وانطاني اشتراك، وشكرا لكل شخص خلى اشتراك بخلال هاي ال10 أيام ودخلنا 2200 مشترك، ما بقاش إن شاء الله على 2500. خلي لايك واشتراك. يلا خليكم من المقطع. نجلة عماد شابة عراقية فقدت ايدها ورجلها بحادث ارهابي وهي كان عمرها 3 سنوات بسبب خلوا عبوة ناسفة جوا سيارة ابوها، بس رغم كل هذا اللي صار وياها ما تخلت عن حلمها وداومت مدرسة واجتهدت بدراستها ومارست الرياضة اللي تحبها، بس رغم كل اللي صار وياها ما اثنى من عزيمتها. قصتها كلش ملهمة، واتمنى من الاجيال اللي جاي تشوفنا هسه وجاي تشوف حالة نجلة عماد وين وصلت انه تتعلم من عدها. نجلة عماد شاركت ببطولات كلش كبيرة على مستوى القارة الآسيوية وحصلت جوائز كلش قيمة ومراتب الأولى والثانية والثالثة، وهسه هي الثالثة على العالم، وآخر جائزة حققتها الذهبية بالبارا أولمبية، وهي أصغر لاعبة شاركت بالبطولة وجابت معدل متوسط اللي هو 75%. يعني رغم الإعاقة اللي عندها ما أثنى من عزيمتها وكملت دراستها وواظبت عليها وجابت هذا المعدل، رغم هي عايشة ببيئة كلش بسيطة وبيتهم تعبان، يعني مو ذاك البيت الفخم، حالتهم كلش بسيطة وماكو دعم من الدولة ولا من وزارة الشباب والرياضة. أتمنى يهتمون وزارة الشباب والرياضة بهذه الفئة، لأن هاي الفئة مغلوب على أمرها، سواء من حقوقهم ممارسات رياضية أو حقوقهم بالدولة، يعني مسلوبين من كل شيء. أتمنى قصة نجلة عماد أنه توصل أكبر عدد ممكن من الناس. بجوز أنا ما تعمقت تفاصيل زايدة لأن أغلبيتكم سمع بيها وشافها على مواقع التواصل الاجتماعي، بس حبيت أشارككم هاي القصة على مود الناس تتعظ وتفكر ماكو شيء مستحيل، وكل إنسان يسعى ورا هدفه أكيد الله سبحانه وتعالى راح يوصله إليه. وإلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك. وهذا مقطعنا عبارة عن توصيل رسالة إلى بعض الشباب والشابات أنه يتمسكون بالأمل، وأهم شيء ما تقطع صلاتك، وصلة رحمك أهم شيء، وطيع أمك وأبوك. في أمان الله.